يا أهلين وسهلين فيكم بقناتي قناة ساشا تيوب، ورجعت لكم يا متابعيني بقصة جديدة يا رب تعجبكم. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وحابة أشكركم على دعمكم المستمر لقناتي، وكمان أشكركم على حبكم لي وعلى كومنتاتكم اللطيفة، الله يسعدكم. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ قصتنا. تقول صاحبة القصة: بيوم من الأيام أمي دقت على خالي يجيب لها معمول وبيتي فور، لأنه واحدة من صديقاتها ولدت تبي تبارك لها، وقرروا هي وصديقاتها يتجمعون عندها سهرة. وقال لها خالي: تمام، نص ساعة بالكثير والمقاضي معك. وبنفس الوقت أمي قررت تسوي لصديقتها شوربة لأنها بفترة نفاس، وعشان ترد جمايلها لأن صديقتها سوت لها شوربة يوم ولدت أمي بأخوي. المهم وصل خالي لبيتنا ومعه المقاضي، لكن ما كان حاسب حساب إنه في 2 لاحقين بسيارتهم ويبون يضربونه بحجة إنه مو لاقين خالي الثاني اللي كانوا يبون يضربونه، فقرروا يحطون حرتهم بخالي راعي المقاضي المسكين. المهم وهو نازل من سيارته على طول لقاهم هاجمين عليه بدون ما يخلونه يستعد للهوشة. طبعا أمي كانت واقفة عند باب البيت وشايفة إن أخوها قاعد ينضرب، وما في أحد يفزع له، وما في أحد شايف الهوشة غيرها لأن الهوشة بحوش بيتنا. فحاولت تهدي الوضع وصارخت: اتركوه، حرام عليكم. فواحد من اللي يضربون خالي قال: يا حرمة ادخلي وسكري الباب. هنا أمي عصبت مرة وطق فيها عرقة النسوية، وشافت إنه أخوها قاعد يندعس وهو يقول سكري الباب. وبدون تفكير أمي راحت ركض للمطبخ وأخذت قدر الشوربة ورجعت لهم ركض، وكبت الشوربة عليهم وعلى خالي للأسف وحرقت الكل. طبعا بس من حسن حظ أمي جت الشوربة على أجسامهم وكان الحرق طفيف الحمد لله. بس أمي كانت تحكي لنا السالفة ومن باب الهياط قالت: يا ريت انحرقوا أكثر ولا إني أشوف أخوي ينضرب. المهم اللي ضاربين خالي هربوا عشان أمي ما تكب باقي الشوربة عليهم. وأمي يوم تطمنت على خالي وهدأته قالت: ودني عند صديقتي وما عليه، الشوربة بسويها لها يوم ثاني. وفعلا خالي ودها حتى بالظروف الصعبة، أمي ما تفوتها سهرة صديقاتها. وبعد كم يوم الموضوع انتشر وانبهروا بموقف أمي إن كل اللي صار لأخوها، إلا إنها فزعت وما خافت، وصاروا كل نسوان الحي يجون بيتنا عشان أمي تحكي لهم، وأمي تحكي بهياط وشوية كذب بالأحداث وتقولها بكل فخر. بس وكلنا فخورين بأمي. القصة الثانية. تقول صاحبة القصة: أنا ريم وعمري 15 سنة. مدرستنا معروفة بكثرة الهوشات، وإنه بنات ثالث دايما شايفين نفسهم يعني إن كبار وما يعطونا وجه. مو بس كذا، يحبوا إنهم يسيطروا علينا ويتأمرونا يعني إننا ما حد قدهم. طبعا إحنا ما نسكت لهم ودايما نسوي لهم حركات وهم يعصبوا ويبدأوا يسووا الهوشات، ودايما تنتهي الهوشة بإنه المعلمات أو المديرة يتدخلوا ونتعاقب ونكتب تعهد. ما أقول إنه إحنا أبرياء ومظلومين، بس صدق حنا ما لنا دخل، هم اللي يستفزونا وإحنا نرد لهم. إحنا ناس مهتمين بمسلسلاتنا وفرقنا الكورية والأغاني والستايلات، يعني بعيدين عن المشاكل. حتى تخيل ما عندنا بويات في دفعتنا. المهم الكل كان يدري إن دفعتنا وثالث يكرهون بعض بشكل خارج عن السيطرة ودايم هواش، لدرجة إنهم حتى طوابيرنا بعدوهم عن بعض والفصول والفسحة وكل شيء. يوم من أيام الاختبارات النهائية، ومعروف وقتها الهواش يكثر، وكنا دايم بعد الاختبار ننتظر هوشة لين عرفنا إنه بكرة بتصير هوشة. المهم جاء بكرة وكالعادة الصبح نتناقش مين الغالب ومين المغلوب، ودخلنا اختبرنا وطلعنا. قعدنا أنا وصديقاتي نختار مكان نشوف فيه الهوشة بوضوح دون أي ضرر يلحق بنا، طقوعات. المهم بدأ الطرفين يحمون، كانوا بنات دفعتنا يمشون وذولاك يرمون كلام ما يدرون إنهم متجهزين، حتى مسكرة مو حاطين. المهم بدأوا الهوشة بالكلام لين دخلوا ببعض وسحب الشعور، وكان فعلا حرفيا شي يخوف. حرفيا ما صرنا نشوف إلا شعر ودم ووجيه متقطع وطايحين على الأرض. وجت واحدة من دفعتنا مسكت واحدة من بنات ثالث كانت حامل وسدحتها بالأرض وهي ضرب في ضرب، وذيك سوت نفسها أغمى عليها وهي أرواحها أكثر من أرواح القطوات. شوي إلا تطلع المديرة ومعها المسطرة الخشب وتلحقهم وهم يركضون لين حدتهم، ومسكت واحدة كريهة منهم وكسرتها على ظهرها، دخلتهم وكتبتهم تعهد وطلعتنا. وأول ما ركبنا الباص جت واحدة منهم وقعدت تضرب باب الباص وتصارخ: الوعد 25/8 فاهمين؟ وتطق باب الباص وتمشي.
وجاء اليوم اللي على أساس بيتهاوشون فيه. لكن الصدمة إن المديرة كانت مدبرة على هذا اليوم عدل. أول ما دخلنا المدرسة دخلونا القاعات على طول، ويوم خلصنا طلعونا قاعة قاعة ويطلعونهم للسيارات أو الباصات عشان يتفادون الهوشة، وفعلا ابتكوا من شرنا. تحسبون انتهت الهوشة كذا؟ لا طبعا، بعدها البنات يتقابلوا بالبقالة وتهاوشوا، وبعدها دفعوا غرامة الأغراض وراحوا بيوتهم، وبس انتهت الهوشة. وبكذا انتهت قصتنا اليوم، وأتمنى تكون عجبتكم. إذا عندكم قصص حلوة أو هوشات حلوة أرسلوها لي على الإنستغرام أو السناب وأنا أقولها. رابط الإنستغرام في صندوق الوصف والسناب في التعليقات.